كيفكن يا جماعة؟ شو الأخبار؟ الدراما اللي صايرة اليوم بين شونغ بونغ، هو هيك اسمه أنا بدخلني، وبلال. يلي ما بيعرف مين هدول، شونغ بونغ هو مشهور كتير بالخليج، عامل هلأ فيديو جديد مثل فيديوهات مستر بيست، إنه جايب 30 يوتيوبر حاططهم بمكان واحد وعامل مكان كتير مرتب، يعني حرفيا تقليد لمستر بيست بس إذا عملت لك يا أمك بالبيت. وإذا بتشوف الثمنيل فبتلاقي في عندك أبو فلة، بتلاقي عندك أبو الرب، أنت بتفكر هي الثمنيل كذبية، لا نظامي عن جد جايب هي العالم كلها. بس الدراما صارت على شخص اسمه بلال، هذا الشخص جزائري عنده 2,000,000 متابع على اليوتيوب، والفكرة تبع الدراما انه هو قاعد عم يقلد سبيد. اكيد كلكم بتعرفوا سبيد هو ستريمر اجنبي كتير صار مشهور، طلع باخر فترة لانه هو مجنون وعنده ADHD وبيخبط راسه بالحيطان. فهلا صرتوا تعرفوا مين سبيد، وانا خالد صرتوا تعرفوني، اعملوا لي سبسكرايب. اذا بفرجيكم الفيديو من بدايته شو اللي صار فيه. أكثر من 30 يوتيوبر وآخر شخص هو الفائز. 3 2 سابقهم كلهم، يعني حرفيا هو اذا بدك تقول عم يقلد سبيد فهو عم يقلد سبيد، كتير الزلمه سريع. إذا ما سويت لايك سوي لايك، المقطع تو باق. ما في حطمهم، يعني هن كتير بعاد عنهم، شوي تاني ببين كأنه واقف مع هدول عم يريح، عم يستناهم لحتى يجوا. كتير بعيد عنهم، كتير مو منطقي الزلمه. انا بدي اعرف مين هاد اخر واحد السمين. التحدي اللي بعده. لا اسمه باور معلم، مالك علاقه بشيء اسمه باور. التحدي اللي بعده هو اللي حفرجيكم هلا ليش طلعت هي الحمله وهجموا فيها على بلال على تويتر، وحرفيا عم يحاولوا انه يعملوا له كانسل لانه هو كرنج. تفضل. يا ساتر، ما شاء الله تبارك الرحمن. يو نو واي. توزعوا لا وات ذا هيل. معلم شو جايبين سبيد انتم مفوتينه معكم؟ يعني هو مو عم يقلد سبيد، هاد سبيد. عرفت كيف؟ ما في داعي تقول انه هو عم يقلده. الحين يلا فوق. والله كنت يا جماعه، والله كانت امنيتي العبها، كانت امنيتي العب هذه اللعبه. شكرا يا شونغ بونغ لتحقيق حلمي اني العب هذه اللعبه في حياتي الحقيقيه. حرفيا الزلمه فايت عم يعمل ضوجه اكثر واحد بيناتهم، اخذ الاضواء بكل الفيديو، بس هالشي ما بيطول لانه حيخسر بعدين ويطلع من الفريق. شو الدراما اللي صارت؟ انه هو كسر كاميرا لشونغ، واضح انه هو عم يقلد سبيد حتى بلون بشرته. هلا بيعملوا تحدي انه في 5 غرف او 8 غرف، وبدك تفوت على الغرفه هي وتدافع عنها، ما تخلي حدا يفوت معك. كل غرفة مسموح انه يكون فيها 4 أو 5، ما لازم يكون فيها اكثر، واللي بيكون برا الغرف لازم يفوت عليها. بكل بساطة هانجر جيمز، حرفيا اجباري العالم حتصير تتقاتل وتدفش بعض لتفوت. بيكسر باب علي يا حبيبي. اوكي، سمعتوا زين وش قال؟ دافع عن غرفتك. دافع عن غرفتك. اوكي مشكلة درب. كيفك؟ سمعتوا وش قلت له؟ اسمع وش قلت له. انا دافع اسمع. عن غرفتك. مشكلة درب. طب في درب. اسمع وش قال لي. كيفك قال لي. هو دخلوا خمسة. خلاص الروم فللت. هذا سام كان يحاول يدخل، سكروا عليه. نقدر اوكي، هذه ما فيها التفكير. اطلع عادي، يعني اطلع بدون اي شيء. انا طالع. وش قال لي؟ قال لي تعال ندف هالباب مع بعض. انا وش سويت؟ طلعت فيه دف هالباب. سلموا نيجا. تبي ندف هالباب. شوف وش قال في بداية المقطع. دافع عن بيتك، سوي اللي تبيه، مسموح الضرب. فعليا هلا بفوت بكسر الباب عليهم، بيوقع الديكورات، الباب بينكسر كله، بينخلع الباب، وفي واحد كاميرا مان واقف ورا الباب عم يصور، تنكسر الكاميرا تبعه. تقدر تسوي اللي تبيه. نيجا جيت نجري هون. شوف الدخلة كده، دخلة سريعة، اقسم لك بالله اعطيتها دفة للباب، ولكن في المونتاج يا جماعة وايش صار؟ هذه الدفة دفيت الباب انكسر وطاح عليهم وهم طاحوا. شفت هذه اللقطة؟
هي مو هي اللقطة الحقيقية. بعد ما دفش الباب كان في كاميرا مان واقف جوا وانكسر الباب عليه. التويتر ولع. شوف الكومنتات، متخلف ذا الحين يدفع على مكان والشغل كله ويستضيفك، بالاخير تكسر الباب وتخرب وتصيح، وزعلان ليش يحذف اللقطات. هو قال انه انا زعلان ليش هو ما حط اللقطة، يعني كانت لقطة حلوة انكسرت الكاميرا ومدري شو، حطها لهي اللقطة، ليش شلتها؟ يا بشر الناس ذي كيف من شهرة. تويتر اللي هو اكس هلا، ما بعرف ليش سموه اكس، إيلون ماسك انت متخلف عقليا، اسم كثير بشع. اكس حسه موقع غلط. اكس اكثر مكان بتلاقي فيه عالم بتشخصن الامور. فيه سبيد صاير يشبح رايح يكسر الديكور، عم تمسخر عليه انه يسميه سبيد، يعني عم يقلد سبيد على اساس، ويصيح ليش هونك حذف اللقطات. همجي وبجح وزعلان، شخصيته ما فيها قبول، اقسم بالله من بدايه المقطع حركاته تفشل. واشكر ابو عقله اللي طلعه من البدايه للحفاظ على هذا المقطع. هو ابو عقله يمكن هو اللي خسره تحدي، فطلع هو من الفريق تبعه. كميه الكره صارت له كتير كبيره لانه هو عم يقلد سبيد والموضوع واضح، حتى انه عم يحكي انجليزي صار مثله، فايت ديم برو، ما في حدا طبيعي بيحكي هيك. والحماس تبعه والمطوطه تبعه عم يقلد سبيد، حتى انه هو نفس شكله نفس حلاقته نفس لونه، يعني مبين القصه عم يقلد سبيد. معلم امتى بدها تبطل هاي الشغله موجوده بالسوشيال ميديا؟ اكيد هو ما عم يقلد سبيد، وحتى لو عم يقلد سبيد واذا عم يقلد، واذا عم يقلده، ما هو اذا ما قلده ففي مشكله. حرفيا سبيد هلا اكبر ستريمر بالعالم، اذا ما في عالم عم تقلده فهن ما عم يتابعوا شو عم يصير حواليهم بالمجال اللي فايتين فيه. طبيعي انك تلاقي عم يقلده، بس الشيء اللي شايفينه نحن انه هذا اول مره حدا بيقلد ستريمر اجنبي، صح؟ لا اكيد لا، كل العالم بتقلد الستريمر الاجانب، بتقلد العالم اللي برا وبتجيب الشغلات اللي عندنا لعند العرب، وبيجوا بيقولوا له مبدع وحش، انت جبت فكره كتير جديده. اصلا البرنامج كله تقليد، يعني متابعين شونغ عم يحكوا على بلال انه هو مقلد سبيد، وشونغ مقلد مستر بيست، كلهم عم يقلدوا من بعض. اليوتيوب عباره عن سرقه، بيسرقوا من بعض. ومو هو اول يوتيوبر بيطلع عليه هيك حكي. انتم متخيلين انه ابو فله كان طالع عنه حكي انه هو بيقلد بندريتا، وهي بندريتا على قد ما صاروا يبعثوا له انه دير بالك ابو فله عم يقلدك، دير بالك، راح طلع فيديو عم يقول لهم يا جماعه هدوا. فرصة مناسبة اني اقول لكم يا شباب، يعني في ناس كثير في اليوتيوب تسوي محتوى، حابة منكم بس انكم ما تزعجون اي شخص وتقولوا له انه والله انت تقلد بندر، والله انت تسوي زي بندر، ومو شرط يضحك او حاجة انه يعني خلاص يقلدني ولا شيء. هي اول ما طلع ابو فله كانوا عم يقولوا له انه انت عم تقلد بندر. هل تعلم عزيزي انه ابو فله هلا عنده 50 مليون متابع وبندر عنده بس 20 مليون؟ بس 20 مليون، ليش حسيت انه عم اقول رقم قليل؟ مهم انه ابو فله سبقه بكتير لبندريتا، حتى لو هو كان مبلش عم يقلده، وكان دائما ينزل محتوى ابو فله انه انتم عرفتوني حياتي لانهم تقولوا لي انك عم تقلده. قلده، وين المشكله؟ خلوا العالم تقلد بعض. اصلا ما في حدا اخترع الذره وبلش شغله من البدايه، اجباري بده يقتبس من حدا تاني. شو بدكم انتم بالضبط؟ بدكم بدال ما نحط مايك وحط كاميرا هلا انا روح جيب حجرتين اقعد دقهم ببعض اخترع اليوتيوب من اول وجديد مشان ما اكون عم قلد حدا تاني؟ روح اصنع مايك لحالي، وبعدين اصنع كاميرا لحالي، وبعدين طلع فكره محتوى ما حدا عاملها. اكيد انت حتيجي تشوف العالم اللي عاملين محتوى لوين وصلانين وتقتبس منهم وتحاول انك تكمل معهم، وانك تقعد تبلش من اول وجديد. حرفيا هي اقبح حمله هجوم بشوفها صارت بتاريخ اليوتيوب. حتى اذا بترجع لورا انت بتلاقي انه هذا الشاب اللي اسمه بلال مبلش المحتوى تبعه من 2000 وخشبه، من اول ما بلش اليوتيوب، من 10 سنين عم ينزل محتوى، وهو نفس الصرعه وبيعيط وبينط. فهو هيك شخصيته الزلمه. ممكن تاثر بسبيد اخر سنتين لانه شافه عم يضرب، وما في مشكله انه يكون متاثر فيه. المهم يا جماعه هي كانت الدراما اللي اخذت اكبر من حجمها. لا تنسوا السبسكرايب، صرنا نحن ما بعرف اذا زدنا وانا عم صور الفيديو، بركي في واحد عمل لنا فولو، زدنا صرنا 433، زدنا واحد. خلونا نوصل لل1000. بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.